هنعمل كفتة داوود باشا. سهلة وبسيطة. معايا اللحمة تجيبها من الجزار يفرمها لك وشين اتنين، وتسيبيها يوم ما هتشتغلي فيها، تجيبيها من بدري بساعتين ولا 3، تحطها في التلاجة علشان تبقى ساقعة معاكي تعرفي تشتغلي فيه، عشان ما تفكش منك. معاكي البصل والثوم وفلفل اسود وملح ومعلقة قرفة صغيرة. هتحطي كل دولت على اللحمة وتعجني فيها حلو. افضلي عجيني فيها كده لما تدخل كلها ببعضها علشان ما تفكش منك. لا حطينا بيكنج باودر ولا حطينا اي حاجة تانية عليه ولا اي اضافات، هي دي كل المكونات اللي حطيناها عليه. معاكي الصينية دهنها زيت، وايدك امسحها زيت كده وكوري الكفتة. معاكي اللحمة تسيبيها تسقع برضو بعد ما تكوريها، حطيها في التلاجة نص ساعة، ممكن تسيبيها ساعة. كل ما تسيبيها ترتاح كل ما تفكش معاكي وتبقى حلوة في الأكل. خلصي الكمية وسيبها ترتاح شوية في التلاجة. مستعجلة حطها في الفريزر ربع ساعة بس تشمح كده وتسقع عشان لما تقليها ما تفكش منك. عايزة تقليها في زيت غزير زي البانيه وزي البطاطس اقليها. عايزة تقليها في شوية زيت بساط اقليها. هي دوب بس احنا بنديها لون لانها لسه هتستوي في التسبيكة بتاعتها. خلاص الصينية سخنت، حطيت فيها الزيت، احط فيها الكفتة، تسيبيها بقى اقلبيها ايوه تتشمح كده يا دوب بس في الزيت وتاخد لون وعلشان ما تفكش منك في التسبيك. وبعد كده هطلعها، انا هخلص كل الكميه اللي معايا وهطلعها هعمل التسبيك من نفس اللي كنت عاملاه حطاه على الكفته، هو اللي موجود هعمله في التسبيك. بصل وتوم وفلفل اسود وملح والطماطم، هو ده كل اللي موجود معايا. حطيت البصل خد لون شويه قبل ما احط التوم، لان التوم لونه بيتغير على طول فعشان ما يتحرقش مني. في نفس الصينيه اللي انا عامله فيها قاليه فيها الكفته هي اللي عملت فيها التسبيكه بتاعتها، والملح والفلفل الاسود وطماطم. الطماطم ما تكتريش ميتها وانت بتعمليه وصفيها وسيبيها. حطيت الطماطم اتسبكت، وبعد كده ضفت الكفته. هتحطي الكفتة وتسيبيها تغطيها وتسيبيها تسوي براحتها خالص، هتاخد لها غلوتين 3 كده وهتلاقيها استوت. عايزة تزوديها مية بسيطة زوديها، مش عايزة خلاص هي كده كانت مظبوطة. ما خدتش وقت وكانت سهلة وكانت ريحتها جميلة وطعمها لذيذ. وده كان فيديو النهاردة. عندك شوية كزبرة تحطوهم عليها خضرة كده، اي حاجة خضرة تديها لون. ما عندكيش هي كان طعمها حلو. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.